أفادت مصادر صحفية أن أحد الأعراس ضواحي غرباء إقليم بني ملال كاد أن يتحول إلى جريمة قتل حين دخل أحد الشبان في شجار مع صديقه بسبب فتاة قاصر كانت تربطه معها علاقة حميمية. ووفق المصدر ذاته، فالفتاة القاصر يرجح أنها وجهت لصديقها السابق ضربة بآلة حادة ليتابع صديقها الحالي ضرب الضحية بواسطة سكين على مستوى وجهه، متسببا له في جروح غائرة جدا تطلب رتقها بعدة غرز طبية بمستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال. وفور علمهم بالخبر، هرعت فرق الدرك الملكي بتكزير بقيادة رئيس المركز إلى العرس المذكور. وفي واقعة غريبة، فر العديد من المعازيم إلى جبال مجاورة خوفا من اعتقالهم بسبب حالة السكر التي كانوا عليها. ويضيف المصدر أن فرقة للدرك الملكي باشرت الأبحاث بعين المكان، فيما فرقة ثانية مشطت محيط العرس، وفرقة ثالثة نفذت حملة تمشيطية بالدواوير المجاورة، مما أسفر عن اعتقال المتهم. كما تم الإيقاع بالفتاة القاصر بواسطة كمين، وجرى وضعها رفقة المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة في انتظار عرضهما على العدالة. هذا وأشادت الساكنة بالتدخل السريع لرجال الدرك الملكي لتكسير الذين جنبوا المزيد من الشجارات التي كادت أن تقع بعين المكان، ووضعوا حدا للفوضى التي أحدثتها الفتاة وصديقها بالعرس الذي كاد يتحول إلى جريمة لولا الألطاف الإلهية.